السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا صوص البيستاشيو بطريقة سهلة جدا وبسيطة، فتابعي معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله هتستفيدي. أول حاجة كده أنا معايا كوباية إلا شوية من السوداني. أنا جرشتهم كده، ودي مراحل الطحن بتاعها لغاية ما تبقى طحينة بالشكل ده بالظبط، حوالي 150 جرام، وطحنتهم على مرتين. في الخلاط بتاعي انا هنزل بيه كوباية من الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا معلقتين من الحليب البودر او اللبن البودر بيدي دسامة كده وغنى للوصفة، ربع كوباية من السكر الحبيبات، ومعلقة واحدة بس من الكريم شانتيه البودر اللي هو بدون سكر، حوالي ربع معلقة صغيرة جدا جدا من أسانس الفستق او ريح الفستق، بتجيبيه من عند العطار، وخليكي حريصه جدا عشان بس ما تكتريش منه، عشان لو كترتي هيمرر. حوالي نقطتين كده من اللون، ولو احتجت بعد كده انا بديها. دي كده كل الكميه اللي انا طحنتها زي ما اتفقنا، طحنتهم مرتين كده في الكبه بتاعتك المتوفره عندك، وطبعا هتكون ناعمه بالشكل ده وكريميه خالص، اللي هي زبده السوداني. تمام، انا هنزل بالكميه كلها، يعني حوالي كده 4 معالق او 5 معالق كبار من زبده الفول السوداني او مطحون السوداني. كل دوت انا هنزل بيه كده طبعا في الخلاط يكون شغال، وهنزل بسرسوب كده بسيط من الزيت علشان بس يربط معايا ويبقى كريمي بعد كده. طبعا اللون بتاعه مش ظاهر قوي علشان بس الإضاءة، لكن أنا كنت بعد كده اديت له حوالي نقطتين من اللون الأخضر، فاللون ظبط معايا. فلو حابة يكون اللون فاتح شوية ممكن تزودي أو ممكن تقللي في اللون دوت زي ما تحبي. تمام، هضربه كمان ضربتين لغاية ما يتجانس معايا، وهصبه معاكم كده في البولة. سلس جدا وانسيابي، وكمان اللون بتاعه مناسب جدا. احنا بنستخدمه طبعا لكيكة الهبة، للكنافة بالبيستاشيو، ممكن تجنسي بيه دوناتس، يعني تحطيه تصبيه على سينابون، يعني اللي انت تحبيه. ليه استخدامات كتيرة جدا، وكمان طعمه جميل، يعني ما يفرقش عن اللي بره او اللي بنجيبه من بره، غالي جدا. يعني حوالي عمل معايا حوالي كيلو الا ربع، يعني 700 جرام كده تقريبا، كمية كويسة. ممكن تحفظيه في الفريزر، ما تحفظهوش في التلاجة، لان طبعا التلاجة هو موجود فيه لبن فمش هينفع. الوصفة سهلة جدا وبسيطة. لو حبيتوا بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.